اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه. انا اسمي اسراء. يلا بينا ندخل في الفيديو. زي ما قلت لكم انا النظام، انا مقطعه الحمد لله اللحوم لحد الان. ربنا يا رب يثبتنا كده لحد ما الدنيا ترخص، لاني حتى كمان لقيت والله بس بنسال بالصدفه اللحمه اللي انا كنت بجيبها من السوق اللي انتوا عارفين ان هي كانت ب90، كانت ب80، بقت ب90، بقت ب100، دلوقتي بقت ب130. فقلت خلاص هي دي كمان هنستغنى عنها لحد ما ربنا ييسر الامور ويبعت في قضاء فرج ان شاء الله يا رب، والدنيا ترجع ترخص تاني. لقيتني حقيقي ربنا يا رب يرحمنا برحمته ويرفع عنا البلاء والغلاء يا رب، علشان الحمد لله على كل حال يا رب. خلينا ثابتين، خلينا مقاطعين. يعني المقاطعة في ناس يعني ناس إيجابية كتير جدا بعتت لي أيوة يا إسراء واحنا معاكي وإن شاء الله خير والمقاطعة هتجيب نتيجة، وناس بتقول لي إن المقاطعة لأ ومش مش هتجيب. لأ هتجيب والله العظيم هتجيب، بس خلينا ثابتين على موقفنا. في دول كتير جدا كان بس الحاجة بتغلى عندها بالسنتات، مش بالاسعار المهوله زي اللي عندنا بتغلى بيها ديت، ومجرد مقاطعه اسبوع التاني الاسعار مش رجعت زي الاول، لا رجعت ارخص من الاول مما كانوا بيشتروا بيها. يلا بينا ندخل في الفيديو. جايب النهارده مشتريات بسيطه. كل حاجة عارفين ان هي غليت، بس اللهم لك الحمد. خلينا نمشي اليوم بيومه، الاكل باكله. عارفة ان مش مكلف على قد ما هو مرهق، بس يعني اللهم لك الحمد على كل حال. خليني نشوف النهاردة جبت ايه. هحط المشتريات وهرجع لكم، بس يلا بينا قبل ما احط المشتريات عشان ندخل فيها على طول. ما تنسوش اللايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وندعي لجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين. اللهم ارحمهم واغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم. اللهم امين. هحط المشتريات وهرجع اعرفكم كل حاجة بالاسعار الجديدة اللي كل يوم بشكل، وكل شوية مش كل يوم، كل ساعة بشكل مختلف. دي مشترياتي البسيطة اللي لما كنت بعمل الوجبة ديت كانت ممكن تكلفني كله اول عن اخر ممكن 50-60 جنيه بالكتير، وبتقعد يومين ده بالكتير. وقت ما قلت احنا صرفنا فيها جدا. تعالوا نشوف النهاردة الوجبة دي كلفتني قد ايه. هي هتقعد برضك اليومين، بس نشوف كلفتنا قد ايه بالاسعار الجديدة اللي احنا بقينا فيها، اللي ربنا يرحمنا منها يا رب ويعافينا عنها يا رب. يرزقنا ربنا، يرزقنا يا رب من حيث لا نحتسب، رزق حلال طيب مبارك يا رب. اللهم امين. يرزق الجميع من حيث لا يحتسب يا رب العالمين. خلينا بس كده. اول حاجة ديت المفروض انا كيس الدقيق ده لو متابعيني الناس اللي متابعيني من زمان كنت بجيبه ب9 جنيه. والله كنت بجيبه ب8 جنيه كمان اول ما بدأت اجيبه حبوبة دوت. بعد كده بقى ب9. عايزة اقول لكم النهاردة جايباه ب20 جنيه. الكيس ده ب20 جنيه. حسبي الله ونعم الوكيل. فجبت كيلو. هو الكيلو ده يدوبك على قد الوجبة. هتعملي ايه النهاردة يا اسراء؟ انا ناوية النهاردة اعمل فطير شرقي بالتونة. عندي علبتين تونة من المشتريات اللي كنت جايباها المرة اللي فاتت. بنحب اللي هو الفطير الشرقي بالتونة اكتر. ديت الصغيرة منها، ديت 100 وكام، 120 ولا 100 وكام. درجة تانية اهي. بصوا دي درجة تانية اهيت. 140 جرام. ب14 جنيه. التانية كانت الكبيرة شوية كانت ب17 جنيه تقريبا، والله مش فاكرة في الأسعار قوي. ديت 140 ب14 جنيه. فأنا عندي 2 على دولا، وهنعمل 4 فطير شرقي. في بعد كده كيس الجبنة دوت الحمد ده هو ربع كيلو ب22 جنيه، علشان الفطير الشرقي بيحب الجبن اكتر بصراحة. انا اللي طالبة الوجبة، وبعد ما طلبتها يعني مش هقول ندمت، بس الحمد لله. يعني الواحد بيبقى نفسه كده في شوية اكلات، ولما بيجي يبص يلاقي كلفت فبيتضايق ان هو نفسه راحت لها يعني. فده تلات انواع جبن، رومي وتشيدر وموتزاريلا اهي. رومي، تشيدر وموتزاريلا. هي 3 انواع جبن، ميكس جبن. البيضة ب3 جنيه ونص. البيضة ب3 جنيه ونص يعني. البيضتين دول ب7 جنيه. بيضتين ب7 جنيه. اللهم لك الحمد. يعني هو الواحد مش هيقول غير الحمد لله.
بس لو استمرينا في ان احنا هنقعد نجيب، يعني مثلا في قسم اللحوم لو احنا قعدنا نجيب هنستمر في الزيادة، هنستمر ان التجار يفضلوا يغلوا واحنا هنفضل نجيب، هنفضلوا يغلوا هيفضلوا يغلوا واحنا هنفضل نجيب. طول ما احنا ساكتين الحمولة هتزيد وهنفضل ساكتين وشايلين لحد ما نفسنا هيتقطع ومحدش بيحس بحد. يعني دلوقتي مفيش حد بيحس بحد. جه طبق الجبنه الموتزاريلا ده ب10 جنيه، انا فاكره كنت بجيبه والله ب6 جنيه تقريبا، حاجه زي كده، بس الحمد لله ب5 ونص. ب5 ونص. ب10 جنيه الطبق اهوت، ب10 جنيه. قد ايه هو؟ كام جرام؟ مش مكتوب عليه، او الوزن ممسوح. الربع. ربع كيلو ب10 جنيه. لا يا محمد مش ربع، ده 100 وحاجه جرام. بس في بقى دوت طبق الجبنه الشيدر دوت، زي ما قلت لكم الفطير احنا بنحب عليه جبن كتير، هو بنحبه اصلا بالتونه. مكتوب عليه 13 و30. تعالوا نشوف كده اللي قبليه كان كام. هو مكتوب انا شايفاها 12 جنيه. يعني بصوا الاسعار في يوم، انا لازم اشوف التاريخ، فرق بين ده وده. طب خلينا نشوف كده. بصوا اللي قبليها 12 جنيه و40 قرش، يعني اللي شايفها وهي ممكن تكون مش باينة في الكاميرا، بس بصوا 12 جنيه اهي و40 قرش. دي كانت امتى بقى؟ مش عارفة، يعني اللزقة مش عايزة تتشيل. فيعني انا حاسة ان الناس بتزود بمزاجها، واقسم بالله انا حاسة ان الناس بمزاجها بتعلي الاسعار، اللي هو يلا نزيد في الزيطة، يعني كله بيزيد كده، كله بيعلي بمزاجه، كله بيغلي بمزاجه. والله العظيم الناس بتغلي بمزاجها، اقسم بالله. البياعين بيغلوا بمزاجهم، مش غصب عنهم ولا حاجة، مش اللي هو لا احنا كمان متضررين، لا، كل حاجة بتغلى خلاص احنا كمان نغلي. كيس طبق كيس الزيتون ده ب9 جنيه، يعني 10 جنيه، 9 جنيه و90 قرش، يعني 10 جنيه علشان الفطير. الفلفل ب10 جنيه. الفلفل ده حامي ورومي ب10 جنيه، والطماطم ب5 جنيه. ده يبقى نص ونص. طماطم كيلو طماطم ب5 والفلفل ب10 جنيه. بس تعالوا نحسبها كده واحدة واحدة مع بعض. تمام كده. الفلفل ب5 و5، ادي كده 10. 10 و10 20. 20 و20 40. 40 و20 60. 60 و28 88. 88 و10 98. 98 هنقول 10 يبقى 108. 111. 111 ونص. 111 ونص و7 118 ونص. انتوا متخيلين 118 ونص على فطرتين، 4 فطاير حقيقي، يعني هعملوا 4 فطاير شرقي. اكله اليومين ب100 والله اعلم هتقعد لتاني يوم ولا لا. ب114. 100 وكم؟ 117 ونص. 118. 118 ونص. انا مش مصدقه، بس الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرنا ويعيننا على المقاطعة وتجيب نتيجة بأمر الله. ده كان فيديو مشترياتي، مش حابة ان انا اصدر طاقة سلبية على قد ما انا حابة ان احنا نتشجع ببعض ونشجع بعض على المقاطعة لغاية ما ربنا يبعت في قضاء فرج ان شاء الله، قدرنا والاسعار تنزل ارخص من اللي كانت موجودة قبل كده. ده فيديو النهاردة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد على خير. مع السلامة.